اسولف وياكم. تعالوا شلونكم؟ انا اشوفكم تباعون علي واني اصلا اريد اختم الحلقه ختام مسك، فقلت اسولف وياكم. شلونكم؟ والله تمام الحمد لله. شنو اخبارك؟ عمرك كله هلا بيك عزيز. سلمك فدوى عينك. شنو تصيرون من بعض؟ انا صديقين؟ صار لكم كم سنه اصدقاء؟ يا من 2012 تقريبا. 10 سنوات 14 سنه. زين شنو يعني يجمعكم الوسط الفني؟ اثنين شعراء. الله الله. لا انا اسد الحلقه وابدا حلقه جديده وياك. اثنينكم شعراء؟ زين من كم سنه صار لكم شعراء؟ من الصغر لو بالمراهقه؟ 15 تقريبا. يعني حلو الشعر. فعليا ايه حلو جنن. يعني متنفس ويعبر عن المناطق الشعرية. يعبر عن جروح الاخرين اللي ما تقدر تنطق بيها. صح. الشاعر يعني الله يعين الشاعر. هو اللي في حال الناس. أنا دائما يعني أنقهر مرات أبكي، مو لأن هذا الجرح لامسني، أبكي على عمق البيت. شلون كتبته؟ يعني الكاتب الشاعر اللي يكتب بعد قلبي اشتعل بلكة يشوفوك، ينشاف الهوى من يصير دخان. لا لا, لا الهوى ما حد يشوفه. يعني يعني حسين علي المطوري أنا أكيد تعرف، واضح أنه ذوقك حلو بالمناسبة. بدول عينك الله يسلمك. يعني يستوقفني شعره كلش، فأنا أريدك تستوقفني. ماشي. أريدك تخليني أصفن. تمام نقرأ لكم شيء. يلا أنا الزمان لو يلا تقريبا. يلا بس أنا قريبة. يلا أوكي يلا. بكثر ما حاب باسمك واعشق عيونك وياك التفت لما يصيحونك. الله هذا أنا بصورة عليه ترند راح ينزل. أيوة الله يجنن. بكثر ما حاب باسمك واعشق عيونك وياك التفت لما يصيحونك. اكو بقلبك سواد مطوخ عيونك، الله. واكو بنيت بياض ابيض من سنونك، واكو شامة برقبتك من يرخصونك، تغليك وتغليهم اللي يشرونك. الله يا مي يا عذب يا ما ادري شلونك، بدا يجبتك اطيتك للي يعطشونك، لكن سم بقلبهم من يشربونك. لا شلون كتبتها؟ هاي كاتبها يعني بهاي الاخيره قريتها. اتجنن. طبعا انا من متابعينك وانا ما ادري. انا ماخذه هذا اول بيت وناشرته عندي بالتيك توك وكلش شايفه الفيديو. ايش مستعزه بي؟ يعني انا وياك التفت لما يصيح. شلون كتبتها؟ والله كتبتها مرات نمر بتجارب يعني بحياتنا اليوميه فنكتب ندونها يعني. جاوبك بقصيده؟ اذا ممكن. يلا اوكي. حسين علي المطوري يقول سمسمه يا قمرة اللي يرسم السمه، ذوبي لي يا لطخة شكر يمك يجي خدود السمه. بصبحك بقيت اكتب نجم، بصبحك بقيت اطلع نجم، بكل عين قمت احلم حلم. شقرات يا خاتم نبي ما اقدر افهم طلسمه سمسمه. ما شاء الله ذوق. اي ذوقي حلو بالشعر، انا اعترف ذوقي حلو بالشعر. اول شيء بيتك انا حافظته. لا ذوقك مميز، وهذا الدليل انه ذوقك مميز اللي حافظه بيتي. وحسين علي المطوري اني يعني قصايده حافظتهم على الغيب، ربع ساعه 10 دقائق 5 دقائق. شعر مميز جميل حسين. شلون؟ حرفيا اكيد سامعين قصايده. لا انا سامع قصه موتي يعني 15 قصايده حلوه مقبوله عند الناس. كلش والله كلش حلو ومحبوب والى قاعده جماهيريه كلش مميزه. لا قصيده جدا رائعه بصراحه. الله يسلمك. بقيه قصايده حلوه الصراحه. هو يكتب السهل ممتنع، يكتب يعني اشياء سهله مباشره. صح. يعني من اكو بيت شعر يقول انظر الى الجانب الايسر من صدري اتراشق، هذا انا اتراشق. لا الاموري انظر الى اجفاني اترادم، هذا انا اترادم. شلون مال بطتنا بطت اي يعني ابيات لا ابيات عميقه بصراحه. اي حلوه يعني ابيات يحتاج لها مستمع مميز. اي صح. زين سمعنا بعد. مخطوبه قالوا له ورضت بالقسمه، وبكل برود اعصاب ذكرت الاسمه. الله. ضمت علي الوانها الغير انسان، حسباله من نطيها قلبي ترسمه. نعيد الدخول. مخطوبه قالوا له ورضت بالقسمه، اوكي. وبكل برود اعصاب ذكرت الاسمه. الله. ضمت علي الوانها الغير انسان، حسباله من نطيها قلبي ترسمه. هذا يعني يجنن. تسلمين الله يحفظك. شكرا جزيلا. حضرتك ايضا شاعر؟ لا اي شاعر بس هو شوي عنده لكنه بس. حافظ له انت شيء؟ حطاب. عمره شكرا. اي حافظ له. ما حافظ له بيت؟ حافظ لنا اياه. يقول قامت الطب وتطلع ترش الباب، اوكي، وتود طارش حتى بلكي يقول لي هاي العلاقه اللي ما تخليك تحير، ما نفترق بس من نروح نصلي.
الله، لا انتم شعراء حقيقيين. شكراً. يعني الله يحفظكم. الله عن يعزك. كل شيء امام الشعر اتغير. واضح اتغير امام الشعر. والله انا قبل يعني حبي لدخول الاعلام كان لان انا احب اسمع شعر، فعلى امل التقي بشعراء وحققت بالمناسبة هذا احنا الشيء. نشاهدك يعني انت تأدين شعر، يعني انا شايفك. على راسي إيه، على الله راسي. يسلمك. وصراحه يعني راح اكتفي، يعني ارجع للبيت ما اكتفي بهذا اللقاء، راح اسمع ابياتك، والابيات اللي راح تكون جدا مميزه لحضرتك او حضرته راح اقراها انا. شكرا لان جزيلا. انا هسه من المتابعين مو انتم المتابعين. الله يعزك. على راسي. والقلب. ما راح اسالكم سؤال للبرنامج، راح اسالكم سؤال عنكم. كل الابيات اللي كتبتوها تعنيكم لو قصص عابره؟ لا مو عابرة، مرات يعني احنا ندون حالات الناس، يعني اللي هو حالات الشعر حقيقيه تلامسك؟ يعني بعضها خيال بصراحة. مثلا انا اكتب، مثلا انا ما مرت تجربة حب بس اكتب عن الحب. مخطوبه ما مر لا والله تجربه لا حب. مجرد خيال. ليش تعرفين ليش؟ هسه مثلا ممكن انا اكتب عن الجبل بس انا ما متسلق جبل، بس عندي معلومة عن الجبل. يعني وياك التفت لما يصيحوني ماكو شخص حقيقي إلها؟ لا بس مو عراقية هاي، يعني انا كنت باوروبا يعني عايش لاجب. إيه أنا ما لها علاقة. ايه يعني أبو هاي شخص ما له علاقة من وين؟ ايه يعني هيك يعني. فضحك صديق. ليش يقول لك لا تصير صديق؟ يقول له أكو يعني أكو سبب حقيقي لشعرك. اي بعض القصائد مو كلها، يعني جزء من حياتنا. القصائد. الله يسلمك. نورتوا. الله